السلام عليكم، ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ في بعض الاصدقاء كانوا طلبوا عايزين يعرفوا ايه الابديت بتاع ال NFT اللي اتعمل في بوتسيد. وانا علشان خاطرهم قلت انا هعمل لهم فيديو مخصوص عشان الموضوع ده، وهتكلم بالمرة عن ميعاد الادراج و يعني طريقة التوزيع الى حد ما هتبقى ازاي. بصوا يا جماعة، بالنسبة لموضوع ال NFT احنا في الاول كان عندنا هنا في بعض المهام نزلت لنا على البوت. كان منها الربط على محفظة اوكي اكس، وان انت تشوف ان هي هيتعمل لها ليستنج لل NFT هناك وكده. وفي منهم مهمة اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي، اللي هي بتاعت ماينت NFT using OKX wallet. طبعا المهمة دي انت عشان تعمل مايننج لل NFT ده بتبقى محتاج حاجتين. اول حاجة ان انت يكون معاك الاول طائر اللي هو زي ده مثلا. فانت بتروح جاي داخل هنا على الشنطة بتاعتك، هتلاقي في عندك الطيور اللي معاك، بتختار مثلا وليكن الطائر ده عايز اعمله NFT، او الطائر ده عايز اعمله NFT. هتلاقي في عندك هنا تحت كلمة ماينت NFT. ده ايه مميزاته بقى؟ هما بيقولوا ان انت لو عملت مايننج ل NFT بتاع الطائر ده، هيبقى ليك اكسترا توكنز، هيبقى ليك يعني عملات زيادة، وهتقدر تكسب عملات اكتر في الفترة دي. وهيبقى في اكسس ليك بدري على شوية هدايا زيادة تبع المشروع بتاع سيد. ده غير ان انت اصلا تقدر تبيع ال NFT دي. طيب بتبيعها ازاي؟ طبعا الاول نقول بتعملها ازاي. انت عشان تعملها هتروح جاي دايس هنا على ماينت NFT، هيروح جاي عامل لك كونكت مثلا على المحفظة بتاعت اوكي اكس، او على ايا كانت المحفظة اللي انت شغال عليها. هيقول لك تكلفة المايننج بتاع ال NFT ده نص عملة من التون. هتدفعها، وهيروح جاي جايب لك NFT زي ده في المحفظة بتاعتك بتاعت اوكي اكس. طيب بعد ما انت عملت الماين بتاع ال NFT بتاعك، عايز تبيعه، بتبيعه ازاي؟ هتخش هنا، هتلاقي في عندك هنا علامة زي الشوب على ايدك اليمين فوق اهي. هندوس عليها كده، هيقول لك انت عايز تفتح اللينك ده. هيروح جاي مدخلك على الشوب بتاع ال NFT بتاع منصة اوكي اكس. هتخش هتلاقي بقى في NFT كتير معروضة للبيع اهي زي ما انتم شايفين. انا شخصيا يعني شايف ان الموضوع ده مش مجدي قوي. انت ممكن تشتري ال NFT ده وتخليه على محفظتك احسن من ان انت تعمل له مايننج، لان زي ما انتم شايفين سعره ضعيف جدا، لان هو فيه كتير منه. فانا هدفع نص تون وهاجي ابيعه بعد كده يعني 1/10 او 1.5 من عملة التون. يعني رقم مش حلو قوي. طبعا كل ما كان الطائر نفسه اغلى، كل ما كانت ال NFT دي اكبر. يعني لو انت هتعمل مايننج ل NFT، انا انصحك ان انت تروح تشتري بيضة بتاعة طائر قوي، مستوى تالت مثلا او تاني. هتلاقي ده سعره مثلا بيتباع زي ما انتم شايفين كده هنا اهو. مثلا ده طائر من المستوى التاني مم، اهو. أو مثلا طائر من المستوى الرابع ب49 عملة تون. طبعا أنا معرفش الحاجات دي بتتباع بالأسعار دي دلوقتي ولا لأ، بس أنا شخصيا يعني كنت بعت حاجات على ال NFT يعني بتاع اكس امباير. كنت بعته على السوق بتاع اوكي اكس ده، وكنت بعت ال NFT الواحد ب3 و4 من عملة التون. طبعا أنا وقتها كسبت كتير بصراحة في ال NFT بتاع اكس امباير عن ميعاد الإدراك. تاني حاجة، احنا بقى قلنا هنتكلم على شروط او طريقة التوزيع. هم قالوا ان احنا هناخد عدد العملات اللي معانا دلوقتي ده زي ما انت شايف كده. وقت ما هيجي ياخدوا السناب شوت في الغالب هيكون اخر الشهر ده.
هياخدوا السناب شوت الاخيره، هيكون عدد العملات اللي معاك ايا كان هو كام، هيبقى هو ده اللي انت هتاخده. طيب الناس يا جماعة اللي هي عملت ال NFT دي قالك لا، دي هيبقى ليها هدايا زيادة. يعني مثلا ممكن انت معاك زي ما انت شايف، مثلا معايا 900 عملة، ممكن يضربهم لي في اتنين، يضربهم لي في تلاتة، انا برضو معرفش بالظبط. بس في الاخر انت مش هيقل عدد العملات بتاعتك عن اللي معاك حاليا. بس كده اكون شرحت كل حاجة تخص ال NFT بتاع سيد. وان شاء الله تكونوا استمتعتوا. يا ريت تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا متابعة للقناة. هتلاقي رابط القناة موجود في اول كومنت.